لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا يا أخي أحمد فضل المولى، الراجل الطبق فوق المنظر هذا بتاع المقلب. أقسم بالله ما لي فيه حاجة، واقف في الشارع على عيالي أتطلب الرزق، وجاني وقال لي عندي عمل، وجاني وطبق فوق المنظر. والله ما أعرف حاجة، أنا إنسان أمي، وهذا التلفون والله متبرع علي به واحد. ما كان عندي تلفون وسا ما أعرف عليه، ولا أعرف أكتب ولا أعرف أقرأ، ما أعرف أي حاجة والله. بس ترى إنسان وقاعد وجاي يتطلب الرزق لعيالي. والله طبق فوقي منظر، خسر علي الدنيا كلها، وخسر علي بيتي هناك مع عيالي مع اخواني مع هناك. دحين حتى اولادي اقسم بالله يخلق لي معاهم مشكله، ما اقدر اكلمهم في التليفون. هذا دعمني تعب مع الشعب السوداني والشعب السعودي وباقي الشعوب. وانا ما لي حاجه، في انسان بسيط رافع امري لله ورافع على المحكمه العليا. واقسم بالله العلي العظيم ما سامحوا لي يوم الدين. وهذا جاني يوم الخميس وقال لي سامحني، وقلت له يا اخي انا ما انا سامحك، اولادي دحين عند هلون وخربت علي الدنيا وخربت علي، خربت سمعتي عند السودانيين وعند الشعب السعودي وباقي كل الشعوب وباقي الاخوان والشارع اللي فيه. ما اقدر اكل ما اقدر اشرب، واقسم بالله حطم علي معنوياتي مره، ودعمني تعب لابعد الحد. وما قلت له انشر اي حاجه، وانا ما اعرف عنه حاجه والله، ما اعرف عنه حاجه والله، ما شاهدته الا في التليفونات، وما اعرف عن التليفون حاجه. تليفوني صغير، وهذا التليفون اداني لي واحد قال لي يا اخي بس هذا دامي اتمشى به، ولا اعرف اكتب ولا اعرف اقرا فيه. دحين يا اخي حسب الله ونعم الوكيل في الرجال، حسب الله ونعم الوكيل في الرجال. وهذا المقطع جابه اخير انا شفته في تليفون واحد، هذا قال الراجل قال لي ارسل وسوي، وانا والله لا قلت له ولي حاجه. جاني وقال لي اسمح لي السعدي واحب لك في راسك وسامحني، وقلت له ما سامحك. مشى دبلج هنا ده جابه في الاخر عشان بانه انا سامحته، وانا ما مسامحه له يوم القيامه، ما مسامحه له يوم النشور اقسم بالله. وحزب الله ونعم الوكيل فيه. يا اخي ببغى من الجهات المختصه، لو كان عند الراجل ده حق يا اخي طلع لي حقي منه من الجهات المختصه. انا ما اعرف حاجه من انسان امي، وانسان بسيط واقف على الشارع اقسم بالله ما اعرف حاجه. دحين يا اخي وشكرا جزيلا، وبعتذر من الشعب السوداني وبعتذر من الشعب السعودي، وشكرا جزيلا. ويا اخي سامحوني انا ما عارف حاجه ولا لي في الحاجه دي اقسم بالله. جاتني غير اختياري واقف في الحر اترزق العيال، وجاني هذا طبق فوق المنظر، وانا ما مسامحه لي يوم النشور وبالعقد الرسول، يوم ما مسامحه لي يوم القصاص اقسم بالله، ما مسامحه كله، ما مسامحه ولا ما لي فيه. وحسب الله ونعم الوكيل فيه، ورافع امري لله يا اخي، انا رافع امري لله. ولو كان فيه، لو كان في جهه مختصه تاخذ لي حقي هذه، وما اعرف اكتب اقسم بالله التليفون ده لا اعرف اكتب فوقه ولا اعرف اقرا. الدايرني اتصل علي عادي الاتصال اقدر اتخاطب معه. وشكرا جزيلا يا اخي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.